برنامج حلقة اليوم بخصوص قضية علاء. علاء دخل بنية حق بيته، وجد زوجته وكشفت علاء. طبعا الشارع العراقي حاليا عبارة عن قصة موضوع علاء. طبعا بما انه انا مختفي وهذا الفيديو راح تكون به مشاهدات وايد حلوة عشان نستانس حق المشاهدات هذه، فلازم نسوي لكم حلقة ونلوث لكم اياها. اللي ما يعرفني عن الرئيس، انشر فيديوهات بين فترة وفترة. اذا كنت تحب تابعني حتى تكبر عائلتنا ونجيب على اليوتيوب. فيا اخوان اليوم راح اتكلم تحديدا بخصوص قضية علاء شنو سوى، والمفروض علاء شنو ما يسوي، وعلاء ليش جاب بنية، وزوجة علاء ليش سوت هذا القرار. وراح نعرف بهذا الفيديو من هو الغلطان ومن هو اللي لازم يعني نتكافئ. ليتس جو للفيديو. اعزائي المشاهدين حبايب قلبي، راح اتكلم لكم بالجانب الايجابي وبالجانب السلبي. طبعا الجانب السلبي هو خطأ علاء من جاب البنية لبيته. اذا كنت انت تريد تسوي هذا الشيء، طبعا احنا ما لنا علاقه بك نهائيا، وما نصير براسك متدينين ونقول لك علاء انت هذا الشيء اللي يسويه حرام. ترى طبعا علاء انسان فاهم ويعرف انه الشيء اللي يسويه انه هو حرام، تمام. زائدا انه زوجته بدون علمها حرام من الله سبحانه وتعالى، وزوجته كذلك بدون علمها. يعني زوجته ما ترضى والله سبحانه وتعالى ما يرضى، هذه متينتها. علاء جاب هذه البنت ودخلها بشرباية زوجته. افتهم انت عزيزي، دخلها بشرباية زوجته. طبعا قال لزوجته بالليل موديها لبيت اهلها، قال روح اخذ طار انت. طبعا علاء احتمال ما عنده اطفال، علاء حتى الله سبحانه وتعالى خلطه ما منطيه، لان شفته زوجته طبت واحدها وكانه ماكو شيء. علاء يعني حتى بالفيديو زوجته من طبت للبيت، كان البيت انه البيبان بدون قفاله دخلت للغرفه. فبدت البنية انه هذه شكت بزوجها انه هو دا يخونها، اجت من الصبح للبيت حتى تشوف شكو. طبعا علاء بعد ما سوى هذه الجريمة كمل كل شيء. علاء خلص اوكي، بعدها يعني شربوا وخلصوا كل شيء وتمارسوا العادة السرية بيناتهم. فعلاء شكله طافي مستانس وايد. وهذه البنت اللي هي بنت الليل جالسة وكأنما ما في شيء نهائيا، جالسة هم في عندها طلب ثاني عشان بتروح. فدخلت عليهم زوجته. طبعا راح احط لكم انا الفيديوهات لكن احتمال اغوشها خاف ابلع كوبي رايت. فدخلت زوجته للبيت وبدت تخطو خطوات بسيطة. بعد ما خطوت خطوات بسيطة لقيت هذه البنت جالسة وزوجها نايم على الشرباية. لكن انه انا اشوف انه الموضوع حسه تمثيل، احس الموضوع انه متفق عليه. لكن بالاحرى من ترجع انه البنية ملابسها انه مكشوفة زايد عن اللازم، راح تحسها انه مو تمثيل وما بي موضوع تمثيل نهائيا. لان البنية كانت انه ملابسها يعني جسمها مبين واضح، اللي هو تعرفون شنو قصدي انا تحديدا. هذا فيديو للكبار فقط. فصورتها قالت لها انت منو؟ قالت لها هاي منو؟ قالت لها هذا حبيبتي زوجتي هذه. قالت لها هاي منو؟ فرت الكاميرا على وجهها. قالت لها هاي منو؟ قالت لها انا هاي حبيبتي زوجتي. علاء كان سكران وطاف رسميا. علاء يعني تخيل انت قرأت الكومنتات يقولون انه علاء ما عرف شلون ينزل من الشرباية، لان طافي عنده الجوز على راس مال الطيارة، هذا شو اسمه البادرة مال الطيارة ما ينهض على نهائيا. فيا اخوان المهم قالت لها زوجتي وصفنت عليها هذا. قالت لها انا مو زوجتك ولا حبيبتك. قالت لها انت منو؟ قالت لها اني سبيل. قالت لها شنو يعني سبيل؟ قالت لها سبيل عابر. قالت لها يعني شنو سبيل عابر؟ قالت لها انا بتليل. يعني بتليل يعني آلاف مؤلفة طالعة مع اشخاص، هذا اللي تنطق هذه الكلمة وتقول انه انا بتليل وداخله زوجة شخص عليها وبغرفتها وقاعدة وكأنما لن يحدث شيء نهائيا، هذه متمارسة هذه العلاقة مع مليارات الشباب. لأن كانت وضعيتها ريلاكس، بس ما أعرف إن كانت هي سكرانة زايد عن اللزوم، لذلك إنه بينت بهذا الشيء. فساكتة البنية قالت إنه أنا بتليل. فتقام علاء قال لها بظل يفشر على زوجته. علاء فشر عليه مباشرة أنت كذا أنت كذا. فبدت هاي تطلع. علاء هنا بدأ يسترجل حق زوجته وقالها انت يعني
الكلمة اللي لازم تنقال على هذه البنت الليل قالها حق زوجته، وقالها انه انت فشر ما ادري، المهم قالها انه انت بنتك كذا، انت كذا، يعني هذه الاشياء المفروض انه تنطق على هذه البنت اللي قاعده عنده. بعدها انه علاء شال النعال وراد يطق زوجته الاصليه اللي هذه زوجته اللي كاشفته. فهذه البنت هنا انا ما اقول لكم انه احترمتها، لكن الكلمه اللي حكتها اشرف من علاء. قالت له لك قندره، شلون نطقها؟ قندره او نعال. هيك بهذا النص راح اعطيكم الصوت اني. طب هذا دليل على طب هذا دليل طب هذا دليل ها؟ عفي ايش تضرب؟ عفي قندره يا ولد. فقالت له بهذا النص، قالت له لك قندره ما اعرف نعال، انت شلون نطقها؟ فهذه قالت لها عوفي. فبعض الاحيان اشوف انه الموضوع متفق عليه، ومن الجهه الثانيه اشوف انه الموضوع ما متفق عليه نهائيا. زين قرار عندكم انتم بالكومنتات تكتبوا لي، هل القرار اللي اتخذته زوجة علاء بعد نشرهم وفضحهم بالتواصل الاجتماعي، هل هذا القرار قرار صحيح ام قرار انه دمر حياتهم اثنيناتهم؟ لكن البنت هذه انه هي بتلين من تهمتها، لكن على علاء هل قرارها دمر علاء ودمر عشيرة علاء وعائلة علاء تحديدا؟